وكمان معاهم طبق الفاكهه. بصوا لو خدتوا بالكم نفس الرسمه اهي، وطبق الفاكهه عليها نفس الرسمه. ملهاش اي 30 لازمه عندي، شايلاها وبخبيها كده لان لا عندي حاجه جولد ولا عندي حاجه ماشيه مع الستايل بتاعها. الاخطاء دي انا وقعت فيها، حاجات كتير جدا اشتريتها واكتشفت بعد كده انها ما عنديش حاجه لايقه عليها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده فيديو جديد عن حاجات لازم نجيبها شبه بعض. لازم تاخدي بالك من الحاجات دي وانتي بتجيبيها. واول حاجه وهي شياله الكعك. شياله الكعك دي اللي بيتحط فيها بقى الكحك وبسكوت وبيتي فور وكده، ممكن تستخدميها بعد كده اكتر من استخدام. لازم تجيبيها شكل البونبونيره. بصوا لو خدتوا بالكم الورده اللي هنا دي نفس الشكل الورده اللي هنا اهي، البونبونيره نفس شكل الشياله. يفضل يكونوا شبه بعض بنسبه كبيره. طيب حتى لو انا امكانياتي ضعيفه ممكن اجيبهم الاتنين كريستال. الكريستال سعره رخيص مش غالي، اللي مش اصلي طبعا. بتكون الشياله ازاز كده اللي هو بيقولوا عليه كريستال، بس مش غالي قوي، وبتكون بونبونيره بنفس الشكل. بيكون اسعارهم متقاربه جدا ومش غاليه. طيب لو انا هجيبهم شكل احاول اجيبهم فيهم شبه من بعض زي كده. وكمان معاهم طبق الفاكهه. بصوا لو خدتوا بالكم نفس الرسمه اهي، وطبق الفاكهه عليها نفس الرسمه. الطقم ده ما كانش مع بعضه، انا اللي عملت له ماتشنج. هو كان من نفس المكان ولكن ممكن تشتري كل قطعه لوحدها. انا اخترتهم باللون ده عشان كل حاجه عندي لونها سيلفر. وجبت معاهم طقم التسالي ده. طقم التسالي ده برضو نفس اللون ونفس الشكل. الورده مختلفه حاجه بسيطه، ولكن لما بيكونوا محطوطين كلهم على الترابيزه بيكونوا لايقين جدا على بعض ونفس الشكل بالظبط. طقم تسالي اهو بيتقدم، ممكن تقدري تفصليه وتقدمي كل طبق لوحده زي كده بالظبط اهو. شايفين؟ ممكن يتقدم لوحده، بيتقدم كطقم تسالي، كطقم مكسرات، بيتقدم فيه اكتر من حاجه. اهم حاجه تكوني عامله ماتشنج في الالوان وفي الشكل وفي كل حاجه ماشيه مع بعضها. لما حد يكون جاي لي تبقى البونبونيره شكل طبق الفاكهه، شكل كل حاجه محطوطه عندي. كمان جبت معاهم الاتنين دول بحطهم كده جنب بعض، بيكونوا معاهم شكلهم حلو عشان كل حاجه لونها سيلفر، فكده في ماتشنج مع بعض. طب لو انا حابه الجولد يبقى كله جولد. طب انا عايزه اعمل جزء سيلفر وجزء جولد، يبقى الجزء السيلفر منفصل عن الجولد. يعني مثلا هعمل جوه الريسبشن سيلفر والاوض جوه جولد، او اوضه معينه مثلا زي اوضه النوم جولد. يبقى انا بحدد كل مكان هحط فيه ديكورات شكلها ايه قبل ما اجيب، عشان بعد ما اجيب للاسف في حاجات كتير بتترمي. انا ليه بقى بفكركم واحذركم؟ عشان اللي جاب الاناناسه دي، هي المخ الاناناسه دي هي اللي جابت الاناناسه او القلقاسه دي اللي قدامكم دي. ملهاش اي 30 لازمه عندي، شايلاها وبخبيها كده لان لا عندي حاجه جولد ولا عندي حاجه ماشيه مع الستايل بتاعها. فخدوا بالكم ما تعملوش العمله دي. قبل ما تجيبوا الحاجه تبقوا مقررين هتجيبوا ايه وهتعملوا ايه. بصوا انا والله ما عارفه حتى اظهرها في الفيديو، شكلها مستفزني جدا، مش عارفه انا جبتها ازاي. مش كشكلها هي كاناناسه يعني، كان هي ما عنديش اساسا حاجه تليق عليها او مكان معين احطها فيه. ونفس الكلام ينطبق على الورود. الورود الوانها تتجاب حسب الغرف المناسبه ليها او المطبخ او الحاجه اللي هتحطيها فيها. طب لو انا مش عارفه ومحتاره في حاجه عجبتني اجيب الوان محايده، ما اجيبش مثلا موف وبينك وانا ما عنديش حاجه الالوان دي. اجيب مثلا اسود، اجيب ابيض، اجيب اللي هو الاوف وايت، الحاجات اللي تمشي معايا على اي مكان. عشان خاطر الاخطاء دي انا وقعت فيها، حاجات كتير جدا اشتريتها واكتشفت بعد كده انها ما عنديش حاجه لايقه عليها. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير كتير جدا. خدوا بالكم من النصيحه دي ويا ريت تعملوا بيها. يلا باي.